المصري ومع حين يبدع التراث المصري ويخرج لنا كنوزا من الذهب الخالص فإنك حتما في صالون المصري الثقافي، حيث حبات اللؤلؤ المتمثلة في قلوب أعضاء صالون المصري مجموعة من الكنوز النقية الصافية جمعها فقط الحب والود والاحترام، وتوحدت أهدافهم في هدف واحد يعد لآلاف بل بلايين الأهداف، هدف اسمه مصر. فعلى حب مصر نرتقي وعلى ترابها الزكي نجتمع، ولا تلقوا قلوبنا إلا عشقا لأرضها ونيلها وتاريخها المجيد. الله ثم الوطن، وبسم الله نبدأ. تحية إعزاز وإجلال لضيوفنا الكرام بشرف الصالون المصري الثقافي أن يستضيف الشاعرة العراقية القديرة الأستاذ حياة الشمري ومناقشة ديوانها أوراق ستة في الآتي. معنا الشاعرة القديرة الأستاذة أميمة عبد الرؤوف لترتيب سيرة ذاتية